مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ رجعت لكم اليوم بوصفة شوربة كتير لذيذة وطيبة. إذا جربتوها إن شاء الله رح تعجبكن لأنها غريبة ونحن ما عنا متعودين عليها بالعالم العربي، ولكن بأوروبا بيسووها كتير. إن شاء الله تعجبكن يا رب. من دون ما نطول خلينا نشوف المكونات. بحتاج لحبة كراث أو براسيا، لبقدونس، لراس دوم كامل، حبتين من البطاطا، حبة بصل أو راس بصل صغير وسط، 500 ميلي مرق دجاج، وزعتر أخضر بري، فلفل، و200 ميلي من الكريمة السائلة. أول شي رح أقطع الكراث أو البراسيا، ما بعرف أنتو شو بتسموه، اكتبوا لي بالتعليقات. وفرمت البقدونس وجهزت كل الخضرة عندي. بعدين بطنجرة على الغاز ضفت زيت زيتون، فيكم تحطوا زبدة ولكن زيت الزيتون بيطلع معها كتير طيب. رح أقلب البراسيا مع زيت الزيتون وملح وفلفل لحتى تدبل عندي منيح. مجرد ما انه دبلت عندي بضيف عليها راس الثوم المقطع بهذا الشكل، بقلبهم كمان شوي مع بعض، وبعدين بضيف حبات البطاطا يلي قطعتها. هلا ما بتفرق تقطعوها، اذا بدكم اياها تضربوها بالهاند بلندر ففيكم تقطعوها كبيره، فيكم تقطعوها ناعمه مثل ما بدكم. بعدين بضيف عليها مرق الدجاج، وبتاكد بس تغلي منيح، بتاكد انه البطاطا استوت عندي. بعدين بضيف عليها الزعتر الاخضر البري، بيطلع كتير طيب. وبضيف الكريمه وبضربهم بالهاند بلندر او بالميكسر يلي موجود عندكم. بعدين بضيف عليها البقدونس، بتركها تقلب قلبتين مع بعض وبس جاهزة صارت للسكب. طبعا القوام كتير كريمي وناعم من دون ما حتى نضيف طحين، يعني نحن استبدلنا النشويات المضرة اللي موجودة بالطحين بنشويات صحية موجودة بالبطاطا، وطعمة الشوربة كتير بتطلع طيبة. طبعا البهارات تظبطوها حسب ما انتو بتحبوا. أتمنى تكون وصفة اليوم عجبتكم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة. باي باي.